الجزائري مخبر فتح أبوابه لكل الأساتذة الراغبين في النشاط العلمي وعقد مثل هذه الندوات وتبادل الخبرات مع مختلف الأساتذة المنتمين إلى مخابر أخرى وإلى جامعات أخرى. مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري مسيرة من العطاء العلمي لن تكل ولن تمل بإذن الله. الشكر الجزيل والتقدير للأستاذة الدكتورة آسيا أجريوي رئيس المخبر، إليها هذه الكلمة فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الأساتذة الأفاضل، أرحب بكم جميعا، بداية مع عميد كلية الآداب واللغات إبراهيم كتيري، وأستاذنا القدير محمد الأخضر فرات المؤسسي الكلية والمدير السابق لمخبر أبحاث اللغة والأدب العربي والأدب الجزائري، وأيضا نائب عميد الكلية علي بخوش المكلف ببيداغوجيا، ونائبة العميد صالحة صفيان مكلفة بالعلاقات الخارجية، ومدراء المخابر محاضر معنا أستاذ زنوبي. والآن أرحب بك وأرحب بكل أساتذة وطلبة ورؤساء أقسام قسم الإنجليزية ونائبة رئيس قسم اللغة العربية. أرحب بالجميع والطلبة والأساتذة الكرام لكل الأقسام جميعا. بداية هذه الندوة وهذا النشاط ضمن سلسلة النشاطات التي كانت ضمن مخبر أبحاث واللغة الأدب الجزائري، وهذه السلسلة يرزنا من بداية السنة إلى غاية نهاية السنة. حاولنا أن نقف على هذا الشراكة بين المخابر، مخبر الأبحاث اللغات الجزائري ومخبر خاصة في نظرية التلقي وهي فرقة كبيرة في الأستاذ علي بخوش ضمن مخبر قراءات.